السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. خطوة كبيرة وتغييرات مفاجئة في مسار التفاوض مع محمود تريزيجيه نجم الريان القطري بتقربوا جدا من الانتقال للنادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير. في مفاجأة ومحدش كان متوقعها، أعلن نادي الريان القطري إتمام التعاقد مع المدرب البرتغالي أرتور جورج عشان يمسك تدريب الفريق الريان القطري لسنة 2027. المدرب البرتغالي جماهير الأهلي تعرفه لأنها تابعته مع فريقه البرازيلي بوتافوجو في بطولة الانتر كونتيننتال، لأن ده هو الفريق البرازيلي اللي اتغلب من باتشوكا 3 قبل ما باتشوكا يلاعب النادي الاهلي وتفوق عليه بضربات جزاء. محمود حسن تريزيجيه المعار لصفوف الريان القطري من طرابزون التركي كان بدأ الموسم ده مع الريان القطري ولعب معاهم 14 مباراة، سجل 3 اهداف وصنع هدفين. رغم الارقام دي تبدو جيدة، لكن توقعات كبيرة ان المدرب البرتغالي هيكون عنده اختيارات تانية وتفضيلات تانية في الصفقات اللي هو محتاجها، خصوصا ان الريان متعاقد معاه عشان يبني مشروع قوي للريان القطري لحد سنة 2027. المدرب البرتغالي دفع 2 مليون يورو شرط جزائي لفريق بوتافوجو البرازيلي عشان يفسخ التعاقد معاهم بعد ما كسب معاهم الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس بطولة القارات للأندية في أمريكا الجنوبية، وقدر يحط اسمه في سجل المدربين الكبار في البرازيل وأمريكا الجنوبية كلها. وده كان الدافع إن فريق الريان القطري يتعاقد معاه. الخطوة دي بتقرب ويمكن تحسم كمان انتقال تريزيجيه للنادي الأهلي، لأن المدرب البرتغالي هيختار صفقاته وممكن تريزيجيه مبقاش من حساباته، خصوصا ان المدرب السابق للريان القطري هو اللي كان اختار تريزيجيه وصمم على ضمه، كان بيلعبه بشكل اساسي في كل المباريات اللي فاتت. يعني ممكن ايام ونلاقي تريزيجيه بيعلن عن انضمامه للنادي الاهلي سواء بشكل اعاره او انتقال بيع نهائي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.